ازيكم حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يوم جديد كله نشاط كله حيوية كله طاقة وروتين جديد نبدأ بيومنا كده واحنا مستعدين لكل حاجة نستقبلها على مدار اليوم. نبدأ اليوم صح هنكمل اليوم صح. لو انت اول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو بنزله جديد. لو انت بالفعل مشتركة في القناة يا ريت تدعميني باللايك عشان يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد من المتابعين. القناة بتاعتي عبارة عن فيديوهات روتين محترم. بالروتين بتاعي بحترم كل حد دخل واشترك عندي في القناة. بالروتين بتاعي بحترم كل حد عمل لي لايك على الفيديو بتاعي، حد سمع الفيديو بتاعي. ما بقدمش اي حاجة فيها تجريح لأي حد، ما بقدمش اي حاجة فيها تجريح ليا ولا لعيلتي ولا لبيتي ولا لأولادي ولا لأي حد. من خلال الفيديوهات بتاعتي بقدم اي شيء يكون فيه استفادة لأي حد، لو بمعلومة ممكن اكون بقدم روتين عادي زي اي ست بيت عادية، لكن من خلال الفيديو بتكلم معاكم في مواضيع تخص كل الأمهات أو الستات البيوت أو البنات. أي حاجة عندي أو مهما كانت معلومة صغيرة بحب أفيد بيها اللي قدامي. الروتين مش روتين كده وخلاص، لا الروتين بيبقى ممكن حد يستفاد بكلمة، ممكن حد يستفاد بحاجة شافها، أي حاجة ننشط بعض نشجع بعض. دي مش حاجة وحشة. المهم بس ان انت تقدمي الحاجة بما يرضي الله اولا، ثانيا تقدمي الحاجة بمنتهى الاحترام للمتابع اللي هيتابعك. مش عشان مجال السوشيال ميديا ومجال كبير يبقى خلاص بنقدم اي حاجة عشان نتشهر ونكبر وخلاص، لا بنقدم حاجة تقعد لنا بعد كده، ونقدم حاجة الكل يستفاد منها حتى لو بحاجة بسيطة، وفي نفس الوقت يكون فيها احترام لينا وللي حوالينا. تمام. بدأت الروتين بتاعي الصبح كده على الغسيل، الناس كلها تصحى تقول صباح الخير، انا بصحى على الغسيل. عندي الغسالة اوتوماتيك وغسالة دي، بس بصراحة عندي الغسيل الريال اوتوماتيك خلص بقالي فترة كده وغلي جدا زي ما انتوا عارفين ارتفاع الاسعار، فانا بصراحة شغالة دلوقتي على الغسالة دي وبغسل عليها يوم ويوم لا. المهم شغلت كده الغسالة على الغسيل وظبطتها على نص ساعة. نص ساعة دوت بيبقى في دورة نقع، تغسل شوية وتقف شوية، دوت نقع كده ايه يعني عشان تنظف الغسيل، لان اغلبية الغسيل غسيل الولاد وكده. وقلت عقبال ما تخلص النص ساعة ادخل على اوضة الاطفال. ادي زي ما انتوا شايفين اهو. انا لسه كنت منظفه معاكم من فتره قريبه تحت السرير ومظبطه كل حاجه، وجيت النهارده كنت عايزه احط حاجات شنط يعني هدوم كده تحت السرير، ورفعت اديكوا شايفين انا لقيت حاجات قد ايه، لعب قد ايه، لقيت 3 فراد شراب من اللي هي الصغيره دي بتاعه التسابيح. المهم السرير مفتوح حته صغيره منه كده، اي حاجه تقع على الارض تدخل على طول تحت السرير، لان ما بين السريرين المساحة صغيرة، فالولاد يوقعوا حاجة في الأرض ويكونوا بيلعبوا وكده، فبتدخل على طول تحت السرير. لازم كل كام يوم كده أنظف أشوف أي حاجة ضيعت تبقى تحت السرير على طول. في بعض الناس قالوا لي انت ما بتنضفيش غير قدام الكاميرا، انت ما بتنضفيش غير وانت بتصوري. دي مش مشكلتي ان انت فاكره كده، ودي يعني مش مشكلتي ان انت شايفه ان الستات ما بتنضفش، مش مشكلتي ان انت مش نظيفه في بيتك، مش مشكلتي ان انت قاعده في بيتك مأنتخه على الكنبه، ولما بتشوفي ست بتنضف في بيتها تقولي ايه، لا ده تمثيل. يعني هو بالعقل كده، يعني في ست قاعده في بيتها ما بتنضفش. مش هقولك ان احنا ما بنكسلش، بنكسل، وانا اوقات بكسل، ودايما بكلمكم ان احنا نعمل الحاجه بنظام تمام، بس اوقات بنكسل، دي حاجه معترفين بيها. بقول يا جماعه ما تجوش على نفسيكم عشان خاطر ترويق ولا اي حاجه، لا ولادكم اهم من اي حاجه. فطبيعي بكسل، بشوف اولوياتي، بنظم نفسي. يعني انا دلوقتي ما اسيبش ولادي مثلا عندهم حفظ واروح ارفع تحت السرير واقلب وانضف وكده، تمام انا عارفه الحته دي. فيعني لكن لو ولادي ما عندهمش حاجه وخلصت اللي ورايا هبتدي بقى ارفع تحت السرير وانضف. انا كان الوقت دوت شغلت الغسالة، قلت في خلال نص ساعة انضف للولاد الأوضة بتاعتهم. زي ما انتوا عارفين احنا بقالنا فترة تعبانين على طول على طول، نخرج من دور برد الانفلونزا يعني ورشح وكده، ندخل بقى في دور معدتنا ومش عارف ايه.
فيعني انا مش هقعد بقى سايبه الحاجه لغايه ما تتبهدل وفي الاخر اقول اه يا عيني واه يا ليل وحد يجي يعمل معايا، واللي انا مش قادره واللي انا مش عارفه ايه. لا، انا بنظم نفسي، بشغل الغساله على الهدوم تكون بتغسل، رغم ان هي غساله عاديه، بس ايه برضو شغاله بنظام. خلصت شغلت الغسالة، دخلت على الأوضة أشوف هعمل ايه، أروح داخلة بقى على الأوضة كده أخلصها أطلع على باقي الغسيل، وبعد كده أشوف أكلي هنعمل أكل ايه النهاردة، لأن أنا كنت بادئة بدري شوية. فانا منظمه نفسي وعارفه اولوياتي وعارفه بيتي عايز ايه وعارفه ايه اللي هيتعمل الاول. لكن محدش يبقى بيتفرج ويقول ايه ده قدام الكاميرا بس، قدام الكاميرا بس، يبقى انا معنى كده ان انا ما بنضفش بيتي خالص. ازاي مخلفه الحمد لله ولله الحمد 4 اطفال وقايمه بالواجبات كلها الحمد لله. لو انا ست ما بنضفش جوزي اكيد هيشتكي مني. الحمد لله ولله الحمد ما بندهش على حد واقول له تعالى اعمل لي ولا تعالى سوي لي. قايمة بواجبات بيتي كلها لوحدي، قايمة بواجبات بيتي كلها من غير ما حد يساعدني. الولاد لو ساعدوني في حاجة بيساعدوني في لعب بس بيشيلوها، هدوم بتاعتهم بيلموها، حاجات بسيطة بخلي ولادي يتعودوا، عشان أنا عندي برضو بنات، فلازم أعودهم إن هم يكونوا ستات بيت، عارفين يعني من صغرهم كده، يبقوا عارفين ست البيت دي بتعمل ايه والأم عليها ايه وواجباتها ايه. ف مش قاعدة يعني ما انتخى كده وما بستنى الكاميرا. لا، انا لو قعدت شوية وسبت حاجة ورايا بسيبها عشان بريح، بشوف ولادي الاول، بشوف جوزي، بشوف بسأل على ماما، بسأل على اخواتي، وبعد كده بقوم اكمل. مفيش حد بيقعد كده وما بيروقش. يعني انا مثلا قبل القناة كنت ايه ما بروقش. انا القناة فاتحاها بقالي 3 سنين. تمام. مش ما فيش ناس كتير قوي تعرفني، لان انا كنت مقصرة بصراحة في الفيديوهات، بس الحمد لله اعتبرت نفسي ان انا ببدأ من جديد. وانا يوم 12/12 اللي فات كملت 3 سنين. كنت بصراحة ناوية اعمل لكم فيديو حلو جدا، سؤال واجابة، عشان نعرف بعض اكتر. كنت ناوية اتكلم شوية مع بعض القنوات اللي لسه هتفتح قناة او تبدا او لسه بادئه قناه جديد. اتكلم معاهم عن موضوع عن الحاجات اللي استفدت منها او اللي مريت بيها على مدار ال3 سنين اللي اشتغلت فيهم في القناه. حاجات كتير كنت هتكلم فيها، بس بصراحة كان عندي يعني حتى يعني يوم 12/12 ده يوم ما كنت هعمل الفيديو. بصراحة كانت بره البيت يعني وكده. الفترة اللي فاتت دي انا خرجت بره البيت كتير، ف آه ما عرفتش انزل لكم الفيديو، بس ان شاء الله هنزله لكم الفتره الجايه. ويا ريت لو اي حد عايز اي حاجه كمان من القنوات اللي بادئه جديد، او عايزه تسال عن حاجه، تسالني في الكومنتات وانا هرد عليها ان شاء الله في فيديو. المهم زي ما انتوا شفتوني كده، انا كنت رفعت تحت السرير عشان احط الشنط دي بتاعه هدوم صيفي، كانت فوق الدولاب بتاع اوضه النوم، وانا كنت عايزه افضي ضلفه كده في اوضه النوم من فوق. فجبت الشنط دي حطيتها تحت السرير، طبعا مش هحطها على الوساخه، هحطها على نظافه. نضفت وحطيت الشنط دي جميله جدا، بس السوسته بتبوظ بسرعه. بعمل ايه انا بقى؟ بجيب ابره وخيط وبخيطها. طبعا انا مش كل شويه هفتح فيها، ده هي قدامها كده لغايه الصيف الجاي لما افتحها. وطبعا الشنطه عشان مليانه، فبططتها كده ودوست عليها وحطيتها تحت السرير وحطيت عليها اللوح. فالحمد لله، وحطيت المرتبه والحمد لله كانت زي الفل. بالنسبه للكراتين اللي انا حطاها على اللوح ده، انا ما كنتش مع موضوع الكراتين ده خالص وما بحبوش. بس مع الوقت لقيت بصراحة اللوح ما بيبقاش مظبوط كده تحت المرتبة، لكن مع الكراتين اللي انا بحطها دي بتخليه حلو جدا. اديكوا شايفين انتوا الحاجات اللي جنب الكومودينو دي، لو حد دلوقتي من الولاد جه زق بس حاجة هتدخل تحت السرير على طول. فانا عاملة ايه؟ زنقت بقى المكان اللي من بره ده، بس تحت السرير يعني، بكراتين بقى بأي حاجة عندي حطيتها تحت السرير، عشان يعني لو شفتوا السرير التاني اللي انا حاطه عليه اللي حاطه تحتيه المشاية بتاعة الأطفال. عايزة اقول لكم ان المفرش ده انا اللي عاملاه. ايه رأيكم فيه؟ انا اصلا بعمل هاند ميد يعني حاجات كتير الحمد لله. فالمهم ايه، لو كنت شفتوا السرير التاني كان نضيف ما تحتوش اي حاجه، بسبب ما انا حاطه حاجات كتير وايه ومنظمه. فقلت ما دام روقت السرير ده اشوف السرير التاني، وظبطت كده تحت السرير وخلاص. وحطيت الحاجة اللي كنت عايزة احطها وبس بقى كده. ايه، ظبطت وغيرت الملايات وخليت بنتي دست كده على المرتبة عشان كانت عالية، وظبطت كل حاجة وخليت الأوضة زي الفل. أكتر أوضة بتحتاج تنظيف هي أوضة الأطفال. أوضة النوم دايما بتبقى نظيفة، حاجات خفيفة بس كده اهو وبتتظبط.
اوضه الاطفال طبعا عشان الولاد وقعدتنا فيها وكده فبتتبهدل. الركن ده انا عاملاه للشنط لاي حاجه بتاعتهم تخص المدرسه، البتاع اللي بيذاكروا عليه كده، وحطيت لهم بقى هنا ايه الباسكت. وكده الاوضه بتاعتهم بقت زي الفل. انا اتاخرت جدا في غسيل المشايات السنه دي، مش عارفه ليه بصراحه. كل ما اجي اغسل السجاد حاجة تعطلني، اجي اغسل السجاد نتعب، اجي اغسل السجاد يكون فيه حاجة بره اخرج واقعد يومين بره البيت. اتأخرت جدا، وانا بعترف ان انا السنة دي في السجاد مش ظابطة الدنيا خالص، واتأخرت قوي والجو برد غصب عني. وبجد انا بقالي فترة تعبانة على طول على طول تعبانة. الحمد لله ولله الحمد، كل اللي يجيبه ربنا تمام وزي الفل. المهم كانت كده الغسالة خلاص خلصت النص ساعة بتاعتها تمام. وبعد كده ايه اديكوا شايفين، يعني انا ممكن الغسيل الالوان ده بحط حطتين بس، او ممكن حطة واحدة على حسب الغسيل. الغسالة دي 10 كيلو، بصراحة حلوة جدا. انت لو عندك اطفال لازم يكون عندك غسالة زي دي، في منها ال7 كيلو. ممكن برضو تجيبي الصغيرة لو عندك مساحة وامكانيات هاتيها. لو بكيس اريال ب5 جنيه هيغسلك كوم غسيل قد كده وزي الفل. انا عامله لها الوصلة دي حنفية بتنزل يعني مية سخنة وساقعة تمام. المهم ايه هنا كانت المية السخنة هي اللي شغالة يعني اكتر. المهم كنتوا زي ما شفتوا كده وانا بطلع الغسيل كانت المية وسخت ازاي، لان هي بجد بجد الغسالة دي بتنضف وبخليها تنقع، فطبعا الهدوم ايه بتنضف جدا. المية طبعا دلقتها خلاص وشطفت مكانها الغسالة، وابتديت بقى احط الغسيل اللي انا طلعته من الغسالة بالمية والصابون، طلعته حطيته في العصارة عصرته عشان الصابون ينزل منه، وحطيته في طبق. وبعد كده بحط ميه نظيفه وبحط الغسيل زي ما انتوا شايفين المعصور، وبعد كده ببتدي اشطفه كأني بشطف في طبق غسيل كبير ميه نظيفه. مش بشغل بقى عليه الغساله تاني، انا بشطف بس، بدخل كده الميه النظيفه جوه الهدوم وبرفعها عشان كل الصابون اللي فيه ينزل. وببقى عصراه الاول من الصابونه عشان يسهل عليا، والميه مش هغيرها مره واتنين وتلاته. لا الطريقه دي حلوه جدا، وقلت عليها قبل كده في كذا مره في الفيديو، بس بقول تاني عشان الناس اللي داخله قناتي جديد وحابه تستفاد وحابه تعرف انا بشتغل عليها ازاي. لان في ناس قالت لي ان هم عندهم الغسالة دي بقالها كذا سنة وما بيشتغلوش عليها كتير ومش عارفين لها ومش حابينها وحاسين ان هي متعبة. لا انت ممكن تغسلي عليها كل يوم، ممكن تغسلي عليها يوم ويوم. انا بعمل ايه؟ بجيب مثلا الغسيل الالوان كده بغسله في يوم، زي ما انتوا شفتوا النهارده في اوضه الاطفال انا لميت الملايات، ولميت برضو في اوضه النوم بس مش بصور يعني في اوضه النوم. وكده الملايات مش هغسلها النهارده لان عندي غسيل هدوم يعني الوان. فقلت خلاص يعني هستنى يوم ويكونوا الولاد غيروا تاني، احط بقى ايه غيار كده لكل واحد فيهم مع الملايات. فانا كده بسهل على نفسي، يوم تاني احط الابيض والفوط. المهم بجزقهم يعني كده واليوم يبقى زي الفل. بعصرها كويس جدا وبحطهم وبنشرهم ويبقى ايه زي الفل كده وبينشفوا بسرعه. المهم جيت بعد كده رحت عامله ايه، انا كنت عامله الفيديو اللي قبليه على طول اللي هو قبليه بيوم، كنت عامله ايه، كنت عامله شوربه خضار ورز وفراخ مسلوقه وملوخيه للولاد عشان اللي ما كانش تعبان. انا كنت تعبانه انا وابني، فعملنا لنفسنا شوربه خضار ورز والفراخ كانت مسلوقه كده بس. لكن الولاد البنات قصدي حمرت لهم الفراخ بتاعتهم وعملت لهم ملوخيه لان هم مش بياكلوا شوربه خضار، وهم الحمد لله بطنهم ما كانتش وجعاهم. رحت عملت ايه بقى، جيت تاني يوم لقيت فيه شوربه خضار قاعده، ولقيت فيه قطعتين فراخ تاني يعني كده حلوين قاعدين. قلت خلاص انا بروق وبغسل غسيل ولسه هنشر فما تعبش نفسي واروح بقى اجيب حاجات تانية واعمل والاكل طب التاني ده هيعمل ايه. رحت عامله حاجه مزوده، الرز كان خلص فرحت جايبه كيس مكرونه تحمير حطيت عليه من الشوربه اللي انا كنت عاملاها بيها الفراخ، وجنبه شوربه الخضار والقطعتين الفراخ اللي عندنا قطعتهم كده وحطيتهم ايه على المكرونه على كل طبق. بس انا ما صورتش معاكم غير المكرونه. طيب انا بمعنى كده ان انا اليوم كله ما عملتش غير كده؟ لا عملت، غسلت المواعين، روقت الانتريه، روقت الصاله، غيرت الملايات من اوضه النوم، عملت حاجات كتير. بس مش كل حاجه على مدار اليوم بصورها لان الفيديو هيكون طويل جدا ولازم ادي كل فيديو حقه. فانا يعني بقدم في الفيديو الحاجه اللي تقدري تستفادي منها او تنشطك او تشجعك، وبجزأ الحاجه اللي هعملها على الفيديوهات. يعني النهارده مصورتش معاكم الانتريه والصاله، المره اللي بعديها هصور حاجه تانية. فالمهم كده ايه، بقدم الحاجه اللي نستفاد منها
مع بعض. المهم حطيت كده الشوربة وصفيت الشوربة من اي طماطم او اي حاجة انا كنت حطاها عشان الولاد مش بيحبوها. وده كان غدانا النهاردة. وبعد ما خلصت غسلت المواعين، ما صورتش معاكم الجزء بتاع المواعين عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى فيديو النهاردة يعجبك، ولو عجبك ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة عشان قناتي تكبر بيكم واكون احسن عيلة في الدنيا كلها واكبر عيلة في الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.